مصر ما رفضتش قافلة الصمود زي ما حضراتكم كده بتقولوا، أو البعض من حضراتكم أيضًا بيسمع إن مصر رفضت دخول القافلة لإخواتنا في فلسطين، إن مصر بتحرمهم من الأكل والشرب وإلخ، إلخ، إلخ، إلخ. هي كل اللي رفضته مصر، هي مصر عايزة ناس نضيفة، ناس محترمة، ناس عندها أصل، تحترم قوانين البلاد، تحترم مؤسسات البلاد، تحترم سيادة البلاد. مصر عايزة مسؤول أو رئيس دولة من الدول اللي هم عاملين القافلة ديّة، إن يكون في ألوه، يكون في إحم، ويكون في دستور. ما ينفعش تخش على الناس كده من غير إحم ولا دستور. مصر عايزة تقول لحضراتكم إن الأشكال ديّة إحنا بنتخلّص منها هنا في مصر، ومش بس في مصر، يعني أيضًا في الدول العربية كلها يعني. يعني إن شاء الله مصر هتكون مُلِمّة وهتقوم بدورها على أكمل وجه بالتخلُّص من الطايفة القذرة ديّة، اللي هي مين؟ الإخوان والإرهابيين والعنصريين والمتطرفين وإلى آخره. إحنا شُفنا القافلة ديّة جاية وعليها أشكال لا حول ولا، يعني لا تُصلح لأي شيء غير للفساد. يعني اللي شُفناه، الأشكال اللي شُفناها في القافلة ديّة لا تُصلح في شيء غير في الفساد. ناس يعني معظمهم كده مُلثّم ورافعين شعارات وداخلين. طَب كنتم ابعتوا قوة حتى من الجيش يعني تأكد لنا إن أنتم فعلًا يعني لو في أي حكاية ممكن يكون في انفعال، في رَد فعل من الاحتلال ناحية اتجاه مصر أو اتجاه القافلة بتاعتكم لمّا نفتح لها الحدود وتخش تبقى من داخل الأراضي الفلسطينية، يبقى في رَد فعل. أمّا أنتم باعتين شوية عربجية على أساس تعملوا هيجان في مصر، وانزلوا يالّا يا ثورجية مصر معانا كده، ما حدش هيعرفكم أنتم مين، ونرفع الشعارات والهتافات ونخرب مصر وندمّر ده هدفكم الأساسي. يعني ده هدفكم الأساسي. أمّا إن هدفكم أنتم عايزين تبعتوا إعانات وإمدادات وأكل وشرب وأغذية وأدوية وإلخ، إلخ، إلخ، إلخ إلى إخواتنا في فلسطين. طب ما الحرب ليها سنة ونُص، يعني ما يقرب من 18 شهر ويمكن أكتر. ما شُفناش نخوتكم ولا شهامتكم ديّة، ما شُفناش فيكم أي شرف. إحنا كل اللي شُفناه، شُفنا إن إحنا بنلِف عليكم. يعني أنا يعني ده الحقيقة يعني شكلًا وموضوعًا يعني. يعني قائد الأمة العربية، أنا السيد عبد الرئيس السيسي ده أنا باوصفه كده ويستحق الوصف إن هو قائد الأمة العربية. بيلِف عليكم يوم بعد يوم على جميع الدول عشان يقيم قمة عربية معاكم ويوحّد العرب وتنضموا للقضية الفلسطينية. ما شُفناش أي دَكَر فيكم يعني عشان تبان شهامتكم ونخوتكم كده يعني بالقافلة ديّة. القافلة دي هدفها بس كده شوشرة، هتافات، مظاهرات، وده اللي حصل. بس مصر أكبر من كده وأكبر منكم بكتير يعني. مصر نهت كل الفوضى وكل المهزلة ديّة. إن تم ترحيل تقريبًا كده من ليبيا، يعني قبل ما توصل قافلة مصر هنا. تم ترحيل 700 وشوية من ال2000 اللي هم قادمين، والباقيين هيتم ترحيلهم من مصر هنا. أما بخصوص المساعدات القافلة والأكل والشرب، ده مصر بترحّب، وفي قوانين، في سفارة مصرية موجودة في الدول اللي هي الجزائر، والدول اللي هي طبعًا متعاقدة أو مساهمة في القافلة ديّة، إن في سيادة كان المفروض بتأشيرة وإمضا وقوانين واتخاذ إجراءات وكل حاجة تمشي قانوني. ويا مرحب بيكم بالقافلة بتاعتكم وتخش، وإحنا كمان نزيدها من عندنا. أمّا شغل الشَلَج وشغل الغَجَر وشغل رباية الشوارع وشغل الناس اللي هي في عمرها ما هتكون ناجحة ولا هيكون عندها تقدُّم، اتخلّصنا من جزء كبير وهنتخلّص إن شاء الله من الجزء المتبقي خلال الأيام القليلة المقبلة علينا دي إن شاء الله يعني. إن مصر في أمن وأمان. وعايز أقول لحضراتكم يعني ده سيدنا يوسف عليه السلام ما دخلش مصر ديّة إلا باستئذان. يعني سيدنا يوسف ما دخلش مصر إلا باستئذان. أنت مين عشان تخشها من غير ما تستأذن؟ أنت ولا أي شيء، أنت ولا. مصر ذات سيادة، مصر ذات سيادة، مصر ذات سيادة. عاش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم. حفظنا وحفظكم الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.